أهلا بيكم في قصة جديدة النهاردة، ورشة جديدة من ورش حلم أخضر الحلوة الجميلة. ولكن النهاردة هنتكلم عن الزرافة. عارفين الزرافة؟ بتعيش فين الزرافة؟ في الغابة. بتعيش فين؟ بتعيش في الغابة. الزرافة بتعيش في الغابة. الزرافة بتتميز بميزة مش موجودة عند بقية الحيوانات. إيه هي الميزة دي يا حفصة؟ هي اللي متغلبة، يعني هي متغلبة. ايه عندها؟ ايه عندها ميزة مهمة مش موجودة عند بقية الحيوانات. ايه هي يا روفان؟ يعني ربنا خلق لها حاجة بتتميز بيها غير بقية الحيوانات. رقبتها طويلة، هي من ورا هي رقبتها طويلة وبتاكل من ورق الشجر. طيب تعالوا نشوف النهاردة الحكاية دي اللي بتحكيها لنا المؤلفة اسمها نجلاء علام. بتحكي لنا حكاية الزرافة وبتقول لنا ايه. نجلاء علام بتقول لنا ايه القصة دي بقى. عايزين بقى خيال كده عندنا، يبقى عندنا خيال. كانت الزرافات بيعيشوا في جماعات كبيرة ماشية في الغابة، بيدوروا عن الأعشاب وأوراق الشجر علشان ياكلوها. كانوا بيدوروا على أوراق الشجر يا روفان اللي وقع على الأرض. كانت الزرافات عندها رجلين طويلة ورقبتها قصيرة، ما كانتش قادرة توصل للورق اللي موجود على الشجر. تمام؟ علشان كده الزرافات كانت دايما وهي ماشية حاطة رجليها كده، حاطة عينيها في الأرض علشان تدور على ورق الشجر والأعشاب اللي موجودة في الأرض. وفي يوم من الأيام في زرافة صغيرة كانت ماشية لوحدها بتبص كده اهو على الأشجار العالية اللي موجودة في الغابة. وفجأة سمعت صوت عصفور صغير عمال بيصوصو بيقول الحقوني الحقوني. كان العصفور متعلق فوق فرع شجرة، وكان لسه ما عندهوش جناحات علشان يقدر يطير. ما كانش فيه عنده جناحات علشان كده ما كانش قادر يطير. وقفت الزرافة وقعدت تدور على حد يساعد العصفور الصغير، لكنها ما كانتش لاقية حد يساعده. ليه الزرافة شكلها كده؟ مش بتقدر كده خالص. لا شكلها أصفر. الرسام هو اللي رسمها بالشكل ده، عادي ما فيش مشكلة يعني. خلينا نتخيل. الزرافة بتبقى لونها أصفر. خلينا نتخيل ان هي لونها كده. تمام مفيش مشكلة. وقفت الزرافة تحت الشجرة. حتى الشمس. وقفت حتى الشمس مختلف. وقفت الزرافة مختلف. بالظبط كده. وقفت الزرافة وتدور على حد يمين شمال يساعدها علشان تنقذ العصفور اللي عمال بيصيح وبيعيط فوق الشجرة. لكن ما كانتش طايلة، كانت لسه رقبتها صغيرة، ما كانش عندها. لا دي في الصورة بس، لكن هي في الأول ما كانش عندها رقبة طويلة، كانت رقبتها صغيرة وكانت عايزة تساعد العصفور بس ما كانتش عارفة تساعده. كانت عايزة تنزله من فوق الشجرة ما كانتش عارفة تساعده. قعدت تحاول تدعي يا رب يا رب خلي الرقبة. دي مش راضية تتلف. مش مشكلة، كانت بتدعي يا رب خلي رقبتي تبقى طويلة. يا رب أنا عايزة أساعد العصفور مش عارفة أساعده إزاي. مش مشكلة، أنا يا رب عايزة أساعد العصفور وأنا مش عارفة أساعده إزاي. يا رب خلي رقبتي تبقى طويلة. قعدت تحاول ترفع رقبتها كده اهو، ترفع رقبتها يا روفان علشان توصل للشجرة فوق وتساعد العصفور، لحد ما ربنا استجاب لدعوتها وحست إن رقبتها بتطول شوية 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 لحد ما قدرت رقبتها تطول خالص. فامتدت وقعدت وصلت للعصفور ونزلته من فوق ودورت على أمه في الغابة وودته لمامته. بعدها مشيت الزرافة في الغابة برقبتها الطويلة، فبقت زميلتها وصحباتها بقى زميلتها وصحباتها من الحيوانات والزرافات التانية يتريقوا عليها، وبقية الحيوانات يقولوا لها ايه الرقبة الطويلة اللي عندك دي. لكن لما بصوا لقوها ان هي بتمد رقبتها بسهولة تجيب الورق من على الشجر وتاكل، وهم مش طايلين الورق اللي على الشجر، بياكلوا الورق الناشف اللي وقع على الارض.
بالظبط كده. قعدوا يبصوا عليها، ايه ده، ايه ده هي بقت جميله وشكلها طويل بقيت. احنا لسه اتريقنا اهو عليها. بصوا بقيه الزرافات كان بالشكل ده كده، رقبته صغيره وهي رقبتها طويله كده، كلهم عمالين يبصوا عليها ويبصوا ويقولوا ليه احنا مش عندنا رقبه طويله زيها. يا ريتنا اتمنوا يا كلهم. يا ريتنا كنا ما اتريقنا عليها. يا ريتنا ما اتريقنا عليها. ندموا طبعا ان هم اتريقوا عليها وحاولوا. قالت لهم بصوا انا مسامحاكم، مش زعلانه منكم، وهقول لكم تعملوا زي ما انا عملت. قالوا لها انت عملتي ايه؟ قالت لهم انا دعيت ربنا ان هو ربنا يخلي رقبتي تبقى طويله عشان اقدر اساعد العصفور، وربنا استجاب لدعايا، حاولت ان انا امد رقبتي، حاولت مره واثنين وثلاثه لحد ما الحمد لله نجحت في ده، وقدرت ان انا امد رقبتي لحد ما طولت وساعدت العصفور. انتوا كمان تقدروا تعملوا كده، بس ان انتوا تدعوا ربنا وكمان تساعدوا اي حد محتاج لمساعدتكم، فربنا هيساعدكم. وفعلا الزرافات عملوا زي ما صاحبتهم الزرافه الصغيره قالت لهم، وفجاه لقوا رقبتهم بقت طويله، وبقوا ماشيين في الغابه رقبتهم طويله، كلهم بيوصلوا لورق الشجر بسهوله وياكلوه ويساعدوا اي حد محتاج مساعدتهم. توته توته فرغت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ حلوة. حلوه، عجبتكم؟ اه. شكرا ليكم.